السلام عليكم. إن شاء الله النهاردة هتكلم معاكم عن طريقة السفر من مصر لإنجلترا. وفي الفيديو ده هقول يعني ملخص للموضوع. بعد كده ممكن نبقى في فيديوهات تانية نمسك كل نقطة ونتكلم فيها باستفاضة يعني. الفيديو ده طبعا أنا عامله علشان أصدقائي وحبايبي. طبعا كلهم بيتواصلوا معايا، بدل ما باخد وقت ومجهود في كل مرة بشرح الموضوع من البداية للنهاية، بيبقى صعب شوية. فأنا عملت الفيديو ده تجميع أو تلخيص للموضوع من البداية للنهاية. فبعد كده بحيث إن أي حد يحب يعرف الموضوع أو طريقة السفر إزاي، يدخل على الفيديو ويشوف الموضوع بيمشي إزاي يعني. بعد كده لما نيجي نتكلم في تفاصيل صغيرة بيبقى احنا عندنا ايه، بالفعل عندنا خلفية عن الموضوع قبل كده. طبعا الفيديو ده انا عامله مش علشان تشجيع للسفر ابدا. الفيديو ده انا عامله علشان لو حد اخد قرار بالسفر لانجلترا فيعتبر زي جايد ليه يعني. لكن مش بشجع خالص على السفر، او مش ضد السفر، لان طبعا الواحد مسافر يعني. لكن باختصار ده للي اخد قرار ان هو يسافر انجلترا وعاوز يعرف الطريق فيه. طيب احنا هنتكلم زي ما قلنا كده بصفة عامة، من البداية للنهاية، والتكاليف بتاعتنا ماشية ازاي. اولا احنا بنمشي في طريقين: الطريق الاول وهو اللغة، والطريق التاني اللي هو طريق المعادلة. علشان نعرف خلينا نبدأ بطريق المعادلة، عشان يعني نعرف طريقة المعادلة بتاعتنا أو معادلة الشهادات وإزاي نمتحن. لازم نكون عارفين الاسم ده كويس: NMC Nursing and Midwifery Council. ده زي نقابة التمريض عندنا كده في مصر، أو الجزء المسؤول عن تراخيص التمريض هنا مثلا. فأنا بقرب لكم يعني. ف... فلازم نكون عارفين الحاجة دي كويس: NMC. فأول حاجة بنعملها إن إحنا بنفتح أكونت على NMC، وبنرفع عليه الحاجات اللي هقول لكم عليها دي شهادة التخرج. الحاجة التانية ترخيص مزاولة المهنة. والحاجة التالتة وهي اللي بنقول عليها جود ستاندنج. الجود ستاندنج بس عشان في كلام كتير حواليها، هو المطلوب على الموقع بتاع ال NMC ان احنا بنحمل الترخيص بس. لكن عشان الامور تمشي بسرعة ويكون فيها سلاسة، فبنحط الترخيص ومعاه الجود ستاندنج في نفس الملف PDF. يبقى احنا كده عم نتكلم نقول ترخيص، يبقى ترخيص ومعاه جود ستاندنج. يبقى ترخيص وجود ستاندنج وشهادة التخرج و ايه تاني، جواز السفر. تمام. دول الحاجات اللي انا محتاجها بس دلوقتي علشان اسجل على ال NMC، ويبداوا ان هم يتحروا عن صحة المعلومات اللي انا معطاها لهم. وبعدها بيجي لي eligibility، ان انا خلاص كده انا بالنسبة لهم ينفع اكون ممرض عندهم، ويفتح لي صلاحية ان انا ادخل امتحان التمريض اللي هو الاول، الجزء الاول اللي هو بتاع CBT. يبقى اول حاجة هي نفتح اكونت على ال NMC. الاكونت ده في بداية لما تفتح الاكونت مش بيكلفك حاجة، لكن بعد كده لما نبدأ نرفع الشهادة، التخرج والترخيص والجواز، محتاجين ندفع 140 جنيه استرليني. يبقى ده أول حاجة هندفعها، هي 140 جنيه استرليني، علشان بس نتأكد من الشهادات بتاعتنا سليمة، إن هم يتأكدوا من الشهادات بتاعتنا سليمة ومفيش فيها مشاكل، وإن أنا يعني ينفع إن أنا أشتغل تمريض عندهم. طيب عملنا الحاجات دي ورفعناها على الموقع. تمام. طبعا هيبقى يعني في الحاجات دي هتشرح باستفاضة بعدين. رفعناها على الموقع، بعدين بيوصل في نفس الوقت اللي انت دفعت فيه الفلوس، او في خلال 24 ساعة، وقت بسيط جدا يعني. بالنسبة لي في نفس اللحظة اللي دفعت فيها الفلوس بتبعت ايميل لوزارة الصحة، في مسؤول في وزارة الصحة، اللي هو اللي سمعت يعني. طبعا انا مش كنتش بقدم بالترخيص المصري، انا كنت مقدم بالترخيص بتاع سلطنة عمان. لكن زمايلنا اللي في مصر قالوا ان الترخيص او صحة الشهادات دي بتروح لواحد اسمه الاستاذ مالك، موجود في إدارة التراخيص. بتروح له بتعرفه ان انت دفعت، وان انت الايميل المفروض ان هو وصل،
وبتطلب منه ان هو يرد على الايميل. الموضوع كان في الاول صعب، عشان كده انا استخدمت الترخيص العماني، ما استخدمتش الترخيص المصري. دلوقتي اللي اعرفه ان انك تستخدم الترخيص المصري بقى في سهولة في الرد، وفي يعني فلكسبيليتي اكتر من الاول بكتير. وانصحك انك لو انت شغال في الخليج وفي اي دولة غير مصر وعاوز تقدم بترخيص، الافضل انك تقدم بالترخيص بتاع بلدك. تمام، لان انك تقدم بترخيص تاني بيبقى فيها قصة كده وحاجات ممكن نبقى نتطرق في الحديث ليها بعدين يعني. يبقى كده خلصنا اول خطوة، التسجيل على NMC 140 باوند. الحاجات اللي احنا مطلوبة مننا هنرفعها ايه هي؟ خلصنا من الخطوة دي، الأستاذ مالك رد على الإيميل. بيجي لك إيميل في نفس اللحظة إن أنت أوراقك سليمة، وإن أنت يعني عندك صلاحية أو أحقية إن أنت تدخل الامتحان بتاعهم اللي هو اسمه CBT. امتحان اسمه CBT. طيب بيجي لك بعده، بعد الإيميل اللي جالك من NMC بيجي لك بعده إيميل تاني من حاجة اسمها البيرسون فيو. الايميل ده بيكون موجود فيه يوزر نيم وباسورد. اليوزر نيم والباسورد دول بتستخدمهم عشان تدخل على البيرسون فيو وتحجز موعد لامتحان CBT. بتختار طبعا الدولة اللي انت فيها. في مصر يبقى هيقول لك مثلا المراكز اللي موجودة 1 2 3، تدخل على المركز، يقول لك المواعيد المتاحة 1 2 3، تختار الموعد، تدفع بعد كده المبلغ اللي هو المطلوب للCBT وهو 83 جنيه استرليني. تمام، دخلنا وامتحنا CBT. كده احنا خلصنا، قطعنا شوط كبير جدا في المعادلة. هندخل بقى على اللغة. احنا كده يعتبر جاهزين للسفر لو معانا اللغة. احنا دلوقتي كده لحد هنا خلصنا CBT وخلصنا الجزء الأول من NMC اللي هو تسجيل الجزء الأول. كده احنا خلصنا نص القصة بتاعت المعادلة وجاهزين للسفر لو معانا امتحان اللغة. طيب ندخل على امتحان اللغة. هل لازم اخلص ده وبعدين ادخل على اللغة، ولا اخلص اللغة وادخل على ده؟ مفيش اي ربط ما بينهم، المهم ان الاتنين يخلصوا. لو انت ماشي في الاتنين مع بعض مفيش مشكلة. آه طيب احنا ايه الامتحانات المطلوبة مننا عشان نقدر نثبت ان احنا اللغة بتاعتنا كويسة؟ عندنا امتحان من الاتنين، يا اما الايلتس يا اما OET. الايلتس او OET. طيب ايه الايلتس والاو تي؟ هما الاتنين زي بعض، بس الاو اي تي يعني الكلام فيه بيكون ميديكال، اسمه occupational English test. occupational English test في منه للأطباء، في منه للتمريض، في منه للصيادلة، يعني في منه كذا حاجة يعني في المجال الطبي أو occupational يعني عامة. كل تخصص ليه امتحان الانجليش بتاعه. فسهولته بتيجي من ان هو بيتكلم في مواضيع طبية. يعني لما نيجي مثلا طبعا الامتحانين الاتنين بيكون فيهم الأربعة بارت اللي هو listening reading speaking writing. تمام، الاتنين فيهم الكلام ده. طيب ال OT ايه الميزة اللي فيه؟ اللي احنا قلنا ان الحاجات دي بتكون ميديكال. يعني listening بيجيب لك محادثة ما بين طبيب ومريض. طبيب بياخد الهيستوري وبعدين المريض بيقول الكومبلين، وانت في النص بتحاول تسمع الكومبلين او تسمع الهيستوري وتسمع ال اي حاجة. تمام، حسب الامتحان ما هو جاي لك ايه. فطبعا هنبدأ برضو يعني هنبقى في فيديو تاني نشرح اكتر ايه هو الاو اي تي. بس دلوقتي بنقول بصفة سريعة يعني. فالاو اي تي، وعندنا الايلتس. الايلتس بيتكلم عامة، يعني ممكن تسمع يعني حاجات في في الحياة بتاعتنا، يعني ممكن حاجة سياسية، ممكن بيتكلم عن فيلم، ممكن تتكلم في الرايتنج. في الاو تي بتكتب خطاب تحويل، فيعتبر حاجة فاميليار ليك. لكن في الايلتس ممكن تقعد تكتب مقال عن عن فيلم عجبك، ولا عن الطقس مثلا في حتة معينة، فالموضوع أكبر. طب إيه الفرق التاني؟ إن ال OET تكلفته شوية أغلى، يعني تقريبا محاولة ال OET بقدم محاولتين إلى 3 محاولات IELTS. بقدم محاولة إلى 3 محاولتين ل3 محاولات IELTS. طيب هتكلم على ال OET لأن أنا أخدت ال OET. تكلفة ال OET هي 587
دولار استرالي. 587 دولار استرالي ده تكلفة ال OET. طيب ايه السكور المطلوب لل OET؟ مطلوب 3B، والرايتنج بس هو اللي مطلوب فيه C بلس. جميل. يبقى احنا مطلوب 3B، B في الليسننج، B في الريدنج، B في السبيكنج، وC بلس في الرايتنج. طيب في حاجة برضو لطيفة حصلت في الامتحان بتاع ال OET والايلتس، الاتنين حصل فيهم الكلام ده، ان انا اقدر ادمج ما بين امتحانين. برضو هنقعد نتكلم في شروط الدمج دي في وقت تاني. فيعني الدمج انك تدمج ما بين امتحانين، تدخل امتحان مثلا ما توفقتش في واحد فيهم، ما توفقتش في حاجة من الاربع حاجات دول، وما جبتش السكور المطلوب، تقدر تدمج مع تدخل امتحان تاني وتدمج. القصة دي هنقعد نتكلم فيها بعدين برضو باستفاضة. هنتكلم بصفة عامة الطريق ماشي ازاي. طيب امتحنا ال OET وجبنا السكور المطلوب، سواء من أول مرة أو سواء من محاولتين أو دمج محاولتين أو أيا كان، جبنا السكور المطلوب. طب السكور المطلوب برضو معلش قبل ما نمشي في الايلتس هو 7 في كله، ما عدا 6.5 في الرايتنج. يبقى كده احنا عرفنا السكور المطلوب في الايلتس والسكور المطلوب في ال OET. تكلفة ال OET 587 دولار استرالي. طب احنا كده امتحنا اللغة ومعانا ال OET وبقى معانا ال CBT. في الوقت ده نقدر ان احنا ندور على ايجنسي يعني تشوف لنا يعني فرصة عمل. قبل الايجنسي بس عاوز اقول لكم على حاجة، وهي في الجزء الثاني من التسجيل بتاع السي بي تي، من بتاع الان ام سي. لو تفتكروا في الاول خالص الجزء الاول بتاع التسجيل من الان ام سي ب 140 باوند. احنا هنا المفروض الدور على الجزء الثاني من التسجيل على الان ام سي. الجزء الثاني ده بيتكلف 153 باوند. جميل. طب ايه اللي بيحصل في الجزء الثاني من التسجيل؟ بنرفع عليه نتيجة الاو او تي او نتيجة الايلتس، بنحط فيه بيانات لدكتور طبيب عام او اي كان الطبيب هيكون مرجع ال NMC هترجع له عشان تسأل شوية أسئلة عن حالتك الصحية. عندك إعاقة، واخد تطعيماتك، عندك أمورك تمام صالح يعني fit to practice أو كده. ف... فدي كمان حاجة من الحاجات اللي بتتحط في التسجيل التاني. الحاجة التالتة اللي بتتحط في التسجيل ده وهي ان انت ما عندكش اي مشكلة جنائية. لو انت في مصر ما طلعتش بره مصر يبقى بتقدم الفيش بتاع مصر. لو طلعت اي دولة تانية بره مصر في وقت اكتر من سنة، قعدت فيها اكتر من سنة او اكتر، فبتجيب حاجة اسمها بوليس كليرنس من الدولة دي زي الفيش عندنا ان انت ما عندكش اي مشكلة جنائية. فده باختصار الجزء التاني من التسجيل اللي هو 153 باوند. تمام. انت كده جاهز للسفر. انت كده جاهز للسفر، فاضل لك بس فرصة انك تلاقي فرصة عمل. خلينا كده يعني سريعا كده نقول الفلوس اللي اتدفعت لحد دلوقتي هي 140 باوند للتسجيل الاول على NMC، 83 باوند اللي هم بتوع امتحان السي بي تي، بعد كده 153 باوند اللي هم الجزء التاني من التسجيل على NMC، وعندنا 587 دولار استرالي اللي اتدفعوا في الاو تي. جميل جميل. طيب ندخل بقى في الجزء التاني وهو احنا ندور على فرصة عمل. احنا بندور على الاول على ايجنسي، والايجنسي كتير جدا. في منها موجود في UK، في منها موجود في الهند، في منها هند وموجود في الامارات، في منها UK وموجود في الامارات. فايا كان موجود وهي في اي حتة في العالم انت بتتواصل معاهم اونلاين. في جروب طبعا اكيد انتوا كلكم عليه يعني، او اللي مش عليه دلوقتي ممكن يعني احط لكم اللينك بتاعه. مستر احمد السيد، ده من الناس يعني اول ناس بدأت في موضوع السفر لانجلترا. وحقيقي لما انا دخلت يعني على الجروب ده ساعدني كتير جدا في اجراءات السفر. فموجود عليه برضو تفاصيل اللي انا بتكلم فيها دي. بس طبعا انا حبيت اتكلم فيديو لان الفيديو بيوصل اسرع، وفي ناس ما عندهاش خلق تقعد تدور وكده. لكن الحقيقي الجروب ده موجود في كل حاجه ممكن تحتاجها. الماتيريال بتاعت مذاكره OET CBT،
اي حاجه ممكن تتخيل، حتى فيديوهات طريقه التسجيل على على السي بي على الان ام سي موجود. جميل. طيب احنا دلوقتي قلنا ايه، هندخل على الجروب ده، ممكن من زمايلنا او انت ممكن تبعت لي اقول لك ارشح لك اسماء ايجنسي، او اقول لك اسم الايجنسي اللي انا طلعت معاها، مفيش مشكله. مش قصه، مش دي قصه كبيره يعني، احنا بندور على حاجه يكون بس حد جربها قبل كده وكويسه. كده كده الايجنسي دي مش بتاخد منك فلوس، كده كده الايجنسي مش بتاخد منك فلوس. طب هم بيستفيدوا ايه؟ بياخدوا فلوسهم من التراست او من المكان اللي انت هتروح تشتغل فيه. جميل. طيب دلوقتي قبل بس ما ندور يعني نتكلم في موضوع الشغل، عاوزك تفهم حاجة اللي هي نظام المستشفيات هنا. انت لما تيجي يعني، او الافضل ان احنا كلنا بنشتغل تبع ال NHS، اللي هي حاجة زي وزارة الصحة كده عندنا في مصر. وده الاغلب اللي بيجي على ال NHS. في بيجي على شغل برايفت، مستشفيات برايفت، بس انا معرفش عنها حاجة. وما كانش عندي اصلا انترست ان انا اعرف عنها حاجة. انا جاي على ال NHS وعارف مميزاته ايه وجاي عليه. فال NHS دي خلينا نقول ان هي دي وزارة الصحة، زي وزارة الصحة عندنا في مصر كده. طيب ال NHS دي فيها تراست كتير جدا. ايه هي التراست؟ حاجة زي ما نقول كده مديرية الصحة عندنا مثلا بتاعة نقول مثلا في الشرقية في مديرية صحة بلبيس، مديرية صحة مش عارف الزقازيق، مديرية صحة كذا. فكل تراست من دول تحته 4 5 6 7 10 مستشفيات. جميل. بس النقطة دي عاوزك تفهمها ليه، عشان أنا هقول لك جاي لك ليها دلوقتي. فإحنا عندنا في تراست اللي هي زي أمانة كده. لما بتيجي تقدم مع ايجنسي وتبدا ان هي تشوف اوراقك، ممكن يعمل لك انترفيو كده سريع عشان يعرفوا الامور ماشيه معاك ازاي. بتبدا ان هي تقول لك والله في عندنا تراست في مثلا في مانشستر، او تراست في برادفورد اللي انا فيها، او تراست في المكان الفلاني، طالب تمريض، ودي الباكج بتاعته. الباكج ده بيقول لك مثلا والله حاجات يعني زي تحفيزيه كده، يقول لك ده مش اوفر ليتر لحد دلوقتي. يقول لك والله الراتب بتاعهم هيكون من كذا لكذا. الشيء التاني مثلا هيرجعوا لك ال OET، ال CBT، ال NMC. في ناس يقول لك لا مش هرجع لك غير ال OET بس. في حد يقول لك لا انا متكفل بال NMC وال CBT وكل حاجة. في حد يقول لك مش هتكفل بأي حاجة خالص، هدفع لك بس فلوس الفيزا اللي هتيجي بيها. انت بتشوف انت عاوز ايه. بس في الغالب المفروض او كل الحاجات اللي انا شفتها بيردوا لك الحاجات اللي انت صرفتها كلها. لكن شفت اماكن تانية ما بتردش اي حاجة خالص، بس الكلام ده بيبقى من البداية وانت عارفه من البداية. ف... فلنفترض ان هم قالوا لك مثلا ان احنا في عندنا تراست في المكان الفلاني، ودي الباكج بتاعتها. جميل. تحب نقدم لك فيها. بتبدأ انت تبحث عنها، تشوفها في اي مدينة، تشوف تكلفة السفر، تكلفة المعيشة في المدينة دي، وجود المسلمين. شوف بقى العوامل اللي انت بتدور عليها ايه، او ايه الحاجات اللي انت حاببها تكون في المكان اللي انت عايش فيه يعني. طيب عجبك المكان، تبدأ هتقوم باعت للايجنسي تقول لهم والله انا عجبني المكان، حددوا لي معاهم انترفيو. طيب الانترفيو والله يا عم يوم 19/7. تجهز نفسك للانترفيو يوم 19/7. آه الانترفيو بيبقى منك دايركت للتراست. الماتيريال اللي بتذاكر منها للانترفيو الايجنسي بتديها لك، بتقول لك والله الاسئله اللي بتيجي اغلبيه الاسئله بتكون عن كذا وكذا وكذا وكذا، وبتحضرك ان انت ايه تجتاز الانترفيو ده. وبتقول لك من البدايه كده ايه الحاجات الاوراق المطلوبه منك عشان تبقى جاهز، برضو الامور ماشيه معاك بسرعه. كل حاجه من الحاجات دي هنقعد نشرحها بالتفصيل. انا مش هعمل اديت للفيديو. انا مش يعني مش هدف ان انا اقعد اعمل فيديو وان هو يكون مش عارف في حاجات متقطعه وتكون مظبوط في الكواليتي. انا مش فارق معايا كل ده. يفرق معايا بس ان يعني المعلومه توصل. فبعد كده هنمسك الكلام ده كله بالتفصيل. خلاص انت عملت انترفيو، اتقبلت. ايه اللي يحصل بعد كده؟ آه آه هيبداوا ان هم يقدموا لك على حاجه اسمها COS، Certificate of Sponsorship. انت مالكش دعوه بيه، هم هيقدموا لك عليه، هيطلبوا منك ورق معين، هيقول لك احنا عاوزين الورق ده عشان نعمل لك COS. جميل. جميل. طيب بعد اسبوع ولا حاجه قال لك COS خلصت، بيبعتوها لك كده في ورقه كده PDF. COS خلصت.
ده اللي هي سبونسرشيب بتاعتك، ان هم يعني السبونسر بتاعك لما تيجي هنا اليو كي. طيب بعتولك السي او اس، بتدخل بعد كده على في لينك بتاع اللي هو بتاع يو كي فيزا، بتقدم على الفيزا. يكون بعتلك برضو ملف ازاي تقدم على الفيزا بتاعت العمل، اسمها سكيلد وركر فيزا. برضو بقدم لك ملف فيه سكرين شوت كده نقطة بنقطة، ايه اللي هتختاره وايه اللي هتكتبه في النقطة دي. فطبعا احنا ممكن نعمل الكلام ده احنا كمان في فيديو. ده اول فيديو انا منزله عشان الموضوع ده، اللي هو الفيديو اللي انا بسجله دلوقتي. بعد كده هنمسك الحاجات دي كلها ونتكلم فيه. السي او اس بتستخدمها، البيانات اللي فيها بتستخدمها وانت بتقدم على الفيزا. التقديم على الفيزا بيكون اونلاين، مالكش دعوه بالسفاره البريطانيه. انت الفيزا بتاعتك بتكون تقديم عليها اونلاين. طيب جميل، قدمت اونلاين. في ناس بتقول لك ادفع انت بقى تمن الفيزا اللي هو 250 باوند، 300 دولار، واحنا هنرجعه لك. وفي ناس تقول لك طب خلاص ابعت لي اليوزر نيم والباسورد اللي انت بتستخدمهم في التسجيل واحنا هندفع لك. وده اللي حصل معايا، ان هم قالوا لي ابعت لي اليوزر نيم والباسورد ودفعوا لي هم الفلوس بتاعه الفيزا. يتبقى انك تاخد موعد مع المكتب بتاع اليو كي فيزا سيرفيس. ده موجود في الدقي في القاهرة. بتاخد موعد فيه وتروح تسلم الأوراق اللي معاك وتسلم الجواز السفر. الأوراق اللي معاك طبعا اللي هم يكونوا محتاجينها بياخدوا منها بس صور كده، وجواز السفر بتسلمه. وبيقول لك والله الفيزا دي تقدر تاخدها بعد أسبوعين. المفروض إن هي في كذا نوع من الفيزا. في فيزا اللي هي العادية بتبقى ب300 دولار، 250 باوند. دي بتطلع بعد كام يوم عمل، بعد 15 يوم عمل، يعني تقريبا 3 أسابيع. في واحدة تانية اسمها بريوريتي فيزا، دي بتطلع بعد 3 أيام، 3 أيام عمل، لا 5 أيام عمل. البريوريتي فيزا بتطلع بعد 5 أيام عمل، دي اللي أنا طلعت عليها بريوريتي فيزا. دي بتدفع فيها 500 باوند. وفي بقى نوع تاني حاجة سوبر بريوريتي، يعني حاجة كده بتطلع بعد يوم واحد. الغالب اللي هتلاقيه ماشي اللي هي الفيزا العادية. لو التراست مستعجل عليك انك تروح له هيقدم لك على البريوريتي فيزا. خلاص. طيب احنا دلوقتي خلاص قدمنا على الفيزا وخدنا موعد مع اللي اسمه تي ال اس. المركز اللي بقولك عليه ده اسمه تي ال اس، تي ال اس كونتاكت. تمام، ده موجود في الدق، ده اللي بتروح تسلم فيه جواز السفر. ورحت سلمت جواز السفر، وتروح بعد كده هيجي لك ايميل يقول لك تعالى استلم الجواز بتاعك كده انت جاهز. ساعتها هتبعت للتراست ان انت جاهز عشان يفتح يعني يحجزوا لك تذكرة الطيران، وان شاء الله تيجي بألف سلام. لما تيجي بتنزل تريننج علشان باقي لك امتحان، وهو امتحان الأوسكي. وده امتحان عملي اكتر منه نظري. طبعا لما ندخل بقى في الموضوع ده هنبدأ يعني نتوسع فيه جوه كام ستيشن والمحاولات. انت ليك طبعا المفروض ان انت ليك محاولة في اول 3 شهور، وفي خلال ال8 شهور ما يكونش في خلال 8 شهور تكون معاك 3 محاولات. لو عدت ال8 شهور وال3 محاولات راحوا، كل ده بيتلغي، بترجع تاني وتبدأ بعد 6 شهور اعتقد انك تبدأ الاجراءات من اول وجديد. فبس اطمنكم يعني ان شاء الله ان مفيش حد يعني قليل قوي لما تحصل حاجه زي كده. الجزء الكويس برضو اللي حابب اقوله لكم يعني التفاؤل يعني في موضوع امتحان الاوسكي هنا، وهو ان الامتحان ده هو 10 ستيشن. الستيشن بس اللي وقعت فيها هي اللي بتروح تعيد فيها، ما بتعيدش الامتحان كله على بعضه، ودي حاجه كويسه. فان شاء الله محدش يعيد ولا حد يعمل. احنا مستوانا في يعني كمصر يعني الصراحة يأهلنا بشكل كبير ان احنا يعني ننجح من اول مرة يعني. وتوفيق ربنا لازم يكون معانا، يعني بدون توفيق ربنا مفيش حاجة من الحاجات دي هتخلص. كده يعتبر يعني قلت الموضوع باختصار. فتخيلوا مثلا لو كل واحد بيكلمني عشان يعرف الطريق بتاع السفر او السكة تمشي ازاي، كل واحد بس يكلمني في كل يومين مثلا مرة، وقعدت قلت الكلام ده من الأول للنهاية. تخيلوا قد إيه الموضوع هيبقى متعب يعني.
لكن طبعا انا ما عنديش مشكله والله، ما عمري ما كان عندي مشكله، لكن هو اللي خلاني اعمل فيديو زي كده هو يعني توفير للوقت والمجهود. وبعد كده عشان لما نيجي نتكلم في موضوع يبقى احنا عندنا خلفيه عنه. لما نيجي نتكلم عن السي بي تي فنبقى عارفين ايه هو السي بي تي، وده انهي جزء او انهي مرحله في المراحل بتاعه السفر. فأتمنى يعني إن شاء الله إن أنا أكون غطيت الحاجات المهمة. ولو في حاجة يعني مش ما اتغطتش أو اتغطت بشكل مش مظبوط، يا ريت تصححوا لي تحت في الكومنتات. هسيب لكم اللينك بتاع الصفحة اللي قلت لكم عليه، الصفحة بتاعت مستر أحمد، مستر أحمد أيوه، وأحمد السيد، مستر أحمد السيد. وهحط لكم اللينك بتاع ال NMC اللي هو زي ما نقول زي وزارة الصحة، زي نقابة التمريض عندنا في مصر. ده تقدر تدخل عليه كده، تقلب تعمل ريفرش كده، تعرف الدنيا ماشية ازاي. وحاول تقرا، حاول تقرا وتعرف انت المعلومة بنفسك، بتكون كويسة وبتديك ثقة يعني، وبتكون انت عارف داخل على الخطوة وانت واثق من نفسك. إن شاء الله يكون لنا لقاء تاني، ونبدأ نتكلم بشكل مفصل عن كل حاجة اتكلمنا فيها النهاردة، هنتكلم عليها بشكل مفصل بعد كده في وقت تاني. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.